حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين. النهارده عندنا بقى ايه؟ الولاد عندهم افطار جماعي في الكشافه، في نادي الكشافه. حلو، بس مش هما اللي عازمين على الفطار، لا، كل واحد مننا يجيب الفطار معاه، وهنقعد نفطر بقى كأسر كلنا مع بعضينا بالاولاد والقضا معانا. تمام. يلا بقى نشوف تحضيراتي. هنعمل النهارده، انا مش هعمل اكل، هجيب حواوشي. تمام، جاهز. بس هعمل كنافه تحليه كده سهله، كنافه بالكريمه والشوكليت. وايه كمان؟ وتمر هندي. وهنجيب بقى شويه حاجات معانا واحنا رايحين، وهنشوف الدنيا ايه، هنلم بقى الدنيا كده كلها مع بعضينا ونشوف. قولوا لي ايه رايكم في اليوم النهارده. يلا بينا يلا بينا. هنا بقى حبيبي، اول حاجه هعملها طبعا مشروب رمضاني. هعمل ايه؟ تمر هندي. هاخد الحاجات دي معاكي في النادي؟ ايوه، هاخد الحاجات دي معايا في النادي. ايه المشكله؟ اعبيه في ازازه عاديه بتاعت البيبسي، اما يبرد واخده معايا. هنا حطيت اهي التمر هندي، هسيبها بقى تغلي، مش هنتعمل لها اي حاجه، ان بس تغلي معايا لحد ما تدوب من الميه السخنه. تمام. هنا بقى والتمر هندي على النار برده، هعمل كده تحليه سريعه بالكنافه. تمام. بس مش هتاخد وقت يعني. حطيت الزبده ساحت، وانزل بقى الكنافه تتحمر. ما عرفتيش تقطعها كده، بتتحط برده وهي متلجه تتقطع. ما عرفتيش تقطعيها كده، اضربيها في الكبه. هنحمرها هنا لحد ما تاخد كده لون معين، هوريهولكم. هنا لقيت الزبده شويه، نزلت بحته زبده تانية اهي، بسيحها جنبها عادي يعني، ما تقفيش عند حاجه. وبعدين زبده مكلفه، حطي زيت، حطي زبده وزيت، حطي سمنه، حطي زيت وسمنه، خلطي. المهم بس الكنافه تتحمر. بلاش كل ده، رشه سمنه بسيطه قوي على الوش ودخليها الفرن. حمريها في الفرن كده، وش وده، يعني ارضيه الصينيه ووش الصينيه. متجيش قالك اتصرف، واحنا بنعرف نتصرف. انا مستنيه، بس عايزه اسيحها بسرعه عشان احمر فيها ال حبايبي. تفضلي ايه، مسيساها كده لحد ما تاخد اللون اللي احنا عايزينه. توطي عليها على النار عشان متحرقش منك. طبعا دي ايه بقى شعيره. بصوا، نفضل كده نقلب فيها عشان اللي تحت بيحمر واللي على الوش لا، لحد ما كلها تبقى لون واحد. كده هو اللون اللي انا عايزه اوصله. خلاص كده هسيبها بقى على جنب تبرد، واعمل الكريم شانتيه. بقى اهو فضيت باكو الكريم شانتيه، وعليه حوالي نص كوبايه لبن. انا مجربتش بتاع العطار السايب، انا بجيب بواكي. وهنضربه بالمضرب اهو، المضرب عادي، مش لازم مضرب الكهرباء. هضربه واوريكم القوام بقى عامل ازاي. بصوا بقى هنا، بصوا القوام اللي وصل له اهو، مضرب بالمضرب اليدوي عادي. هحطه بقى في التلاجة يسقع قبل ما الكنافه تبرد، ونحط بقى الحاجات على بعضها. لما احطه اهو، بصوا هو لسه ايه، سايب شويه، ما يتحط في التلاجة بقى هيجمد. هنا اهو التمر هندي لسه على النار اهو، انا خلصت الكنافه حمرتها، والتمر هندي لسه على النار. كنافه اهي سايبها تبرد. خلاص هو داب كله كده، اسيبه بقى برضو يبرد عشان افضيه واحليه. هنا بقى حبيبي اهو فضيت التمر هندي يتصفى. هعمل بقى ايه، اضغط عليه بالمعلقه عشان ينزل ايه كل العصاره اللي فيه. عايز تضربيه في الخلاط ممكن تضربيه في الخلاط، هيطلع لك البذر بس في الاخر، يبقى اتقل الصراحه. هكمل ده معاكم واجي احليه معاكم. هنا بقى بعد ما اتصفى اهو، هحليه بقى. احط شويه سكر، ولو ان مفيش احلى منكم حطوا اللايكات. ها، انا عارفه انتوا ناسيين، نزلوا بسرعه، حطوا اللايكات. هو لسه دافي عشان ايه، السكر يدوب بسرعه. بس وهسيبه
بقى يبرد خالص عشان افضيه بقى في ازازه نعرف ننزل بيه. تمام كده. يبقى انا عندي هنا سايبه الكنافه اهي لحد ما تبرد عشان اقدر احط عليها الكريم شانتيه. تمام. والكركديه برده اهو سايباه يبرد تماما عشان اقدر افضيه في الازازه. تمام كده. وهرجع تاني اجهزهم معاكم. هنا كده هم انا بصورهم لكم، هم رايحين النادي مسابقني وانا بقى بجهز الحاجه ونازله لهم. ربنا معاكم يا اولادي. هما بيعدوا البحر طبعا، دي اصعب حاجه فالحمد لله هم عدوا بالسلامه. هم بقى هيكملوا لحد النادي اهو. هوريهولكوا فين اهو النادي ده اللي جوه الميه ده. وانا بقى هحصلهم وما اجهز بقيه الاكل ورايحه اهم. طبعا انا عامله ايه زوم مقربه عليهم الكاميرا عشان يبان. هنا يا حبيبي بقى بجهز ايه الحاجات اللي هاخدها معانا في النادي. ده حواوشي جبته ربطت عليه الكيس عشان ما يبردش. هنا 4 معالق عشان ناكل بيهم الكنافه. القطاعه هقطع بيها الحواوشي. الكوبايات اهي اللي هنشرب فيها بقى اي حاجه سواء بيبسي الخروب. تمام كده. هجهز بقيه الحاجه وهوريها لكم. هنا اهو بصوا حطيت الكوبايات هنا حتى لو خبطوا في بعض ده بلاستيك مش هيجرى حاجه. وهربط كده عليهم. تمام. حاجات بقى تتعمل في الشنطه هننزل بيها. هنا كده بالنسبه للمطبخ مش ناقصني حاجه. هبدا بقى هنا اعمل معاكم كاسات الكنافه. برضو انا محضره ايه علبه يتحطوا فيها الكاسات دي عشان ما تتكسرش. الكنافه اهي خلاص بردت بس ايه بفكها ببعضها عشان السمنه مطرح السمنه ايه متبقاش ايه في حاجه ايه مكتوله تكتلات ولا اي حاجه. بسم الله. دي اول دور اهو. تاني ايه ربع كوبايه قصدي كده. حطيت الكنافه هنزل بقى عليها برشه عسل. مش عايزه عسل ما تحطيش يعني هي البتاع حلاوه اسمه ايه ده الكريم شانتيه كفايه يعني. كده ممكن نقلب عشان مش كلها جت عليها. نقلب كده الكنافه بالعسل. عشان يبقى ايه كلها فيها عسل. تمام. ابدا بقى انزل بالكريم شانتيه. لما انزل بيها انا هحاول بقى اللي اخلي اللي على الوش الكنافه مش الكريم شانتيه لسبب ان انا هحطها في علبه وهقفلها. لو الكريم شانتيه على الوش ممكن غطا العلبه يبهدله. هنكملهم بقى واوريهم لكم في الاخر شكلهم هيبقى عامل ازاي. هنا بقى حبايبي بصوا منظر الكاسات. بصوا الريلز عامله ازاي الليرز الطبقات بصوا عامله ازاي. تمام. وفي بقى عملت صوص شوكولاته. هو مش صوص يعني ولا صوص ولا كريمه بين البنين. هو نص كوبايه لبن على نص كوبايه زيت على نص كوبايه سكر على نص كوبايه كاكاو خام ضربتهم في الخلاط.
ما خدتش دقيقه يعني. برضه هنزل كده على الوش. بصوا القوام عامل ازاي، يعني لو اتضرب معاهم شويه بندق هتبقى نوتيلا. هسويهم بقى واوريكم الشكل في النهايه عامل ازاي. بصوا بقى الشكل النهائي بتاعه عامل ازاي. بصوا الطبقات، بصي الليرز ادي كده ابتدى كنافه كريمه كنافه، وفي هنا تحتها كريمه، والتوبنج شوكليت. طبعا عشان تجيبوا طبق زي ده من بره هيكلفكم قد ايه، وعاملاه باقل تكلفه. يمكن اغلى حاجه فيها الزبده اللي عملت بيها كنافه والكريم شانتيه. عايزه تجيبيه من عند العطار اوفر اللي يريحك، بس انا مجربتش بتاع العطار بصراحه. زوقي بقى من فوق باي حاجه، مكسرات زبيب جوز هند اللي يريحك، بس انا عايزه كده، انا حابه كده. الشوكولاته بالنسبه لي ما يتحطلهاش حاجه. تمام، يلا بقى نكمل بقيه يومنا. بصوا بقى حطيتهم ازاي. الحمد لله لقيت العلبه دي يعني ايه، بصوا حتى يعني لو اتحركوا مش هيقعوا. لا ممكن دي اللي ممكن بس تقع، او دي ممكن تقع، فانا ممكن احط حاجه هنا تحجز. ممكن احط الكوبايه دي اهي، ظبطت الدنيا مفيش حاجه ممكن تقع. طبعا هنشيلها بحرص طبعا برضو، بس ايه رايكم بقى اهي. عايزه بس الغطا يتقفل باحكام. تمام، يلا نكمل بقيه حاجتنا. هنا بقى حبايبي حضرنا حاجات كلها اللي هننزل بيها او اللي انا هنزل بيها. هما نزلوا سابقوني عشان عندهم اجتماع في النادي مع القاده بتوعهم في الكشافه. تمام، هما عايزين شيبسي وجابوا البسكوت كيتو. وطبعا انا ربطت هنا الشنطه، ربطت قصدي العلبه، خفت الغطا يتهز ولا حاجه يتشال، فقلت امان برضو اني اربطها عشان الغطا ما يتشالش من عليها. وطبعا بيبسي والتمر هندي اللي انا عملته، وادي الحواوشي، ودي اللي هناك دي اللي هي اللي بتاع ده الكوبايات اللي عبيتهم معاكم ومعاها المعالق، وادي اللي قطعها هي الرولت هقطع بيها العيش باللحمه كده. كل حاجه بقى تتعبى في الشنط وننزل. هنا بقى حبايبي خلاص خلصت كل حاجه، والولاد راحوا سبقوني، وانا حضرت بقى الاكل والحاجه. هكمل بس لبسي واخدكم وننزل على النادي. يلا بينا حبايب قلبي. كده وصلت النادي اهو. عايزه اقول لكم العربيات بره مفيش مكان تركن. وصلت على الاذان. ايه يا رتوجه، ايه رايك في اليوم النهارده؟ جميل ها، افطار جماعي حلو قوي الصراحه. يلا عقبال كل سنه. ايه شفتوا الحجاب؟ حطوه عشان رمضان بس. ها حطوا الحجاب عشان رمضان بس. هتعملي ايه بعد رمضان؟ هتقلقوا طبعا عشان تلبس لبس العيد. ايه كلم الجمهور بتاعك. الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين. يلا عقبال كل سنه. الفطار الجماعي ده حلو، عجبك يا عبد الله الفطار؟ طيب يلا عقبال كل سنه يا رب. اليكم بقى عضوه جديده معانا، رفايده صاحبه ريتاج. رفايده في سنه كام؟ سنه ثالثه. سنه ثالثه. احنا النهارده كنا قاعدين في النادي، لقينا كل النادي قاعد بيفرقع صواريخ. كلنا فرقعنا صواريخ. ما احنا جبنا بالصواريخ بقينا نرمي الصواريخ تحت الناس ونسيبها تفرقع. والناس شغاله. حلو اليوم؟ كان حلو قوي. حلو، يلا نروح نجيب صواريخ تاني. ماشي يلا بينا. يلا لازم صاحب عبد الله. ايه مازن اليوم النهارده؟ حلو، كنتوا بتعملوا ايه دلوقتي؟ ريتاج جت كله عمال بيتفرقع صواريخ. يوم الصواريخ النهارده. يلا نجيب. يلا هيروحوا يجيبوا صواريخ ونفرحهم دلوقتي. هنطلع نجيب صواريخ دلوقتي. ماشي، يلا بينا نجيب صواريخ ونفرقعها تاني. يلا بقى اشتغلت فقرة الصواريخ والبوم، كله عمال يرمي في صواريخ وبوم. بصوا بقى جمال القعدة. عند نور الجامد ده الجامع كانوا بيصلوا فيه، دلوقتي التراويح خلصت خلاص. وادي البحر اهو، مش عارفه ابينهولكوا كويس. هنا كده المشاية بيخشوا يصطادوا جوه عليها، المراكب اهي.
انا كده اعتبر قاعده ايه جوه في نص البحر. القلعه اهي في الوش. فكرة الصواريخ بقى، فكرة الصواريخ اهي. فين الصاروخ فين؟ انا ما بخافش. يلا اهو. حبايب قلبي ايه رايكم بقى في اليوم النهارده؟ كان متعه وكفايه تجميع رمضان ولمه رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ربنا ما يحرمني منكم يا رب، وانتوا تعليقاتكم الجميله ولايكاتكم الحلوه. قولوا لي ايه رايكم في اليوم النهارده؟ واخيرا رجعنا للبيت، كان يوم ممتع وجميل جدا. نفسي تبقوا معايا، اهم حاجه تنزلوا تحطوا اللايك وما تنسوش اللايك والتعليقات الجميله بتاعتكم اللي بتفرحني وبتديني دفعه اني استمر معاكم. تمام حبايب قلبي؟ اللايك اللايك اللايك. مع الف سلامه. سلام حبايبي.